خلال شهر شعبان من عام 1410 نظم نادي الهلال السعودي بالتعاون مع إحدى المؤسسات الوطنية سباق ماراثون الرياض، الذي انطلق من ملعب رعاية الشباب بالملز بمدينة الرياض. شارك في هذا السباق أكثر من 2500 متسابق، كما شارك عدد كبير من المقيمين في المملكة. مسافة السباق كانت 42 كيلومتر. طاف المتسابقون بعدد كبير من الطرق والشوارع الرئيسية بالعاصمة الرياض. مروا خلالها عبر طريق صلاح الدين، ثم شارع الملك عبد العزيز، فشارع الإمام محمد بن سعود، فطريق العليا العام، ثم إلى طريق المعذر وشارع الأمير سلطان بن عبد العزيز، وأخيرا شارع خديجة بنت خويلد، حتى ملعب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز بنادي الهلال. شوف حلو ده.